كنت في دولة من دول إفريقية في قرية اسمها قرية التماسيح، وتعجب الناس كيف أنني ركبت تمساحا ولم يفعل لي شيئا، لكنني نقلت له تحيات وسلامات هؤلاء التماسيح الذين عندنا، فسمح لي بأن أركبه، وعندي الصورة وسأنقلها لكم بإذن الله. الجانب الثاني، أول من فسر القرآن جزائري، أول من شرح صحيح البخاري الجاهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. سيادكم علماءكم اللي ما يقروهمش لولادكم، اللي ما يعلموهمش باللي اللي شرح صحيح البخاري، أنا ما قريت فيه حتى كتاب، أنا ابن السبعينات إلى اليوم ما قريت باللي علماء الجزائر داروا كذا وكذا وكذا. نعرفوا نعم جمعية العلماء شبعونا بها والحمد لله، لكن ما نعرفوش تاريخنا، ما نعرفوش حتى باب حسن. هذه على سموها باب حسن، على من سموها؟ شكون هذا باب حسن؟ نعم داي من دايات الجزائر، لقنا بريطانيا درس لن تنساه في تاريخها، ولقنا فرنسا البغيضة درسا في الحروب البحرية لن تنساه أبدا. قروها لأولادنا؟ ما نقراوش. قروا لأولادنا باللي الصحابة مدفونين في هذا البلاد؟ ما نقراوش. عمرنا ما عرفنا، ما قريناش كتب التاريخ كامل، ماشي ذاكرين باللي الصحابة مدفونين في البلاد هذه. شكون كتبهم؟ شكون ألفهم؟ من الذي يعلمنا ويقول لنا بأنه في البلاد هذه كاين نبي مدفون؟ سيدي يوشع بن نون في الغزوات والقبر تاعو مازال موجود. قلبوا كتاب في تاريخنا إذا ذكروا هذا الموضوع. هذا الغلام اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام أصبح نبيا مدفون عندكم يا جزائريين. على الآخرين يعطوا قيمة كبيرة لتاريخهم. تاريخهم عنده 5 قرون. تاريخ أمريكا 5 قرون ولا 6 قرون، دايرين حاجة عظيمة. وانتم تاريخكم يرجع إلى سنة 96 هجرية. في الإسلام أول مسجد بني في الجزائر مسجد المهاجر أبي دينار في ميلا، 96 هجرية، يعني 96 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي من وفاة رسول الله، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.